أنا سميت هالأكلة كبسة سميرة. سميرة هي صديقة لنا من أفغانستان، سكبت لنا مرة من هالأكلة وأنا عشقتها. سميتها لبن العصفور على قد ما لها طيبة. أخذت منها الطريقة وعملتها وصورتها لحتى فيدكم. هي ما لها علاقة بالكبسة أبدا، هي أكلة أفغانية، بس أنا سميتها كبسة سميرة. 3 كاسات من الرز الطويل ننقعهم بمي عم تغلي ساعتين كاملين، وعلى النار بنحط نص كاسة من الزيت، 3 حبات من البصل مفرومين جوانح بنتركهم لحتى يدبلوا، وبعدين بنجهز البهارات اللي هي رح طعميها النكهة. معلقتين كبار من الكمون الخشن، و6 حبات من الهال الأخضر، و5 حبات من الهال الأسود، هيك اسمه هال أسود. رح نطحنهم وهلأ نستخدمهم. حطيت دجاج، أنا شكلت بين الدبابيس وبين الفخاد اللي مسحوب منها العظم. بنحط فوقهم معلقة كبيرة من البهارات اللي طحناها، و4 كاسات من المي المغلية، وبنترك الدجاج يستوي بشكل كامل. بعد ما يستوي الدجاج اللي بعظمه بشيله، أما اللي بدون عظم بتركه. وبكون مقطعة 3 حبات من الجزر بهي الطريقة رفاع جدا، كاسة كاملة من الزبيب، بده زبيب كتير، معلقة كبيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من السكر. والرز يلي نحن جهزناه ونقعناه بنحطه فوق بهي الطريقة، وبنرجع بنحط معلقة كبيرة كمان من البهارات المطحونة اللي جهزناها، وبنترك الرز على نار ضعيفة مغطاية لحتى يستوي. وبالأخير التفحيم طبعا هو شيء اختياري. صراحة يا جماعة الأكلة من عالم تاني تماما على قد ما أنا طيبة، وصحة وألف هنا يا رب.